أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله رب العالمين ينزل السكينة على المخلصين من عباده المؤمنين ويهديهم بنور الإيمان به إلى صراطهم المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والشهداء والصالحين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد إخوة الدين والمؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. بإذن الله تعالى أنا عرض أدنى نفسي سؤالين مطروحان سنجيب عليهما من خلال القرآن الكريم. السؤال الأول: أي غرض سبحانه لماذا اقترنت قصة زكريا عليه السلام بقصة مريم وعيسى عليه السلام؟ والأساسيات زورها رب سبحانه تقدر قصة مولد عيسى عليه السلام إلا وقد تقصد سيدنا زكريا عليه السلام. أسقسي السن: لماذا لم يصرح القرآن الكريم باسم امرأة إلا اسم مريم عليه السلام؟ فبقي سيسقسين إن شاء الله. أنا عرضنا في الأسئلة بإذن الله تعالى. فبالنسبة للسؤال الأول: لماذا اقترنت قصة زكريا مع قصة عيسى عليه السلام وأمه؟ رب سبحانه في 3 مواضع، في عدة مواضع في القرآن الكريم سنذكر 3 منها. وكل ما يقدر رب سبحانه قصة مولد عيسى عليه السلام إلا وليسبقها بقصة زكريا عليه السلام. ففي سورة آل عمران قال رب سبحانه: آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، إلى أن قال: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الموضع والسن في سورة مريم قال زكريا عليه السلام ذكر سبحانه لسيدنا يحيى عليه السلام فقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ثم قال: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فإلى آخر الآيات. في سورة الأنبياء: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وبعد انتقل إلى ذكر مريم عليه السلام قال: والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فرب سبحانه في عدة مواضع في القرآن الكريم في قصة في معجزة مولد عيسى عليه السلام من أم بلا أب إلا وكذا قصة زكريا عليه السلام. خطر زكريا سبحانه هو تسلسل للأحداث وبشكل منطقي. كنت قال المفسرين أكنا الحاجة التي تدل بعد يتقبلها عقل البشرية. رب سبحانه وتعالى ديني بلي يولد عيسى عليه السلام من غير أب، فكي لا نصدر يدرم قصة زكريا عليه السلام إذا بقى رب سبحانه يصدقه بسيدنا يحيى عليه السلام رغم أن امرأته
قدر له واستجاب لدعوته ويبغى يرزق فرزقه بسيدنا يحيى عليه السلام. فكنت قال يعني هو تدرج منطقي عقلي في منطق الأحداث كي لا نصدم يعني فرب سبحانه قبل أن يدخلنا في قصة عيسى عليه السلام قصة المسيح مهد لنا الأمور كي لا نصاب بصدمة عقلية ويدرنا قصة سيدنا زكريا. فأخبرنا رب سبحانه قال خلقت يحيى من أبوين كبيرين بلغ من الكبر عتيا. سيدنا زكريا 88 سنة وفوق 9 مع ذلك 9 يعني البشرية لو كانت متقصة سبحانه خلق الناس من أب وأم. الخلق العادي خلق البشرية من أب وأم. خلق البشرية الغاشي مرات كل يوم يسعى بس إلى الصف آخر بخلقة رب سبحانه من غير أب وهو سيدنا عيسى عليه السلام. صف آخر بخلقة من غير أم وهي حواء بخلقة رب سبحانه من ضلع آدم. وصف آخر من غير أب ولا أم وآدم عليه السلام. فمريم مثلا عليه السلام تسمية يسمى خار واسمي سيدنا ربي سبحانه وشغل تروح جذع النخلة السنة ذي بشكل سعودي وكان يسعى سيدنا عيسى عليه السلام اسميته غير القوم ينس صدموا لأن السيابان مش الفاحش يكردوا فغلاقة النار يا مريم بلي تفضل مالت سعود دريا بغير ما تزوج فعنفوها حتى لما ربي سبحانه وتعالى قالت أشبه مكنس دخل الناس قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ولا كل كل على كل شغل باش تسر اللحظة الشديدة أن إذا رأت عاصفة كان نعرفوا فيهم باللي باش السعادة عيسى من غير أن أتزوج ومن غير أبي. فعنفها قومها إلا يقول قام يوسف النجار وهو عابد من عباد بني إسرائيل يروح على بيسع بس يروح على رأس الناس يبدأ تتعلم إن في نفسي لسؤال أي نسعى من سيعمل بسكسيشن به مزمر أي متسكسيشن. فقالت وما هو يا يوسف نزل بشر تسكسيشن. فقال لها يوسف النجار أينبت الزرع بلا ماء إزمرت بغير حشيش بلا يمن شغل فهمين فهم زمرت الطوط شغل تسعود دريا بغير ما تزوج بغير ما تساعة القزيز. فمريم عليه السلام فهمت المقصود يعني من سؤال يوسف النجار فقالت له يا يوسف من الذي خلق السماء الذي خلق به الورد. فقال الله ناس من الذي خلق الماء يسأل الله ناس من الذي جعل شغل الماء ينزل من السماء. قال الله إن ناس من الذي جعل الزرع يحتاج إلى الماء. المخلق القانون الطبيعة بدك الحشيش باش تبغي وجبل. فقال الله ناس إن الذي أنبت الزرع بالماء بقادر على أن ينبت الزرع بلا ماء. سمينا ربي سبحانه تحجي لكم بالقوانين الطبيعية فتزيد خلقا يعني الحشيش سواء من فهو قادر أن يخلق شغل الحشيش بلا يمن. فشغل مكة الرئيس هو باسم اللي كاين في الضرر كاين المولد كاين الصافي كاين عيسى عليه السلام إنما معجزة من الله تعالى. فهو كده الجواب السؤال الأول لماذا اقترنت قصة زكريا عليه السلام بقصة عيسى عليه السلام في عدة مواضع من القرآن الكريم. رب سبحانه قبل أن يدخلنا في قصة عيسى إلا ويمهد لنا الأمور بقصة سيدنا زكريا عليه السلام. السؤال بالسين أين في القرآن الكريم مرة رب سبحانه في عدة آيات أشار إلى يعني نسوة أرثيلوين لكن يدرى اسمه
يوسف حاشا مريم عليها السلام. لماذا لم يصرح القرآن الكريم باسم امرأة إلا مريم عليه السلام؟ فبقدر الله سبحانه خديجة فزليخة امرأة العزيز التي راودت يوسف عليه السلام يقال في مصر وراودته التي هو في بيتها عن نفسه دينيرا وراودته زليخة التي هو في بيتها عن نفسه في موضع آخر قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وتدرر على اسم الطزين قال رب سبحانه يعني في أواخر سورة التحريم بامرأة نوح وامرأة لوط ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما وتدرر الاسم والنسب. دائما في سورة التحريم ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فرب سبحانه في عدة مواضع شغل الإشارة إلى قصة في النسوة لكن الكدرة اسمها امرأة تمتخنا أبو لهب وامرأته حمالة الحطب الكدرة الاسم. فالقرآن الكريم رب سبحانه في القرآن لم يصرح باسم النساء باسم النسوة في الآيات لأن حال النساء يدعو دائما إلى الستر. معروف كل مرة مثلا في مرة باين دير شمالنا كسل شغل غير تدرس تدرس تذكر شغل ماشي انتقاصا للمرأة، لا، حفاظا على كرامتها وحيائها وعفتها. ففي مجلس الرجال لا تذكر النساء. فحال المرأة حال النساء يدعو دائما إلى الستر حتى بالحفاظ على الأسماء. خطر سبحانه أراد أن يلبس المرأة ثوب الحياة. فحتى يعني في قصة موسى عليه السلام مع بنات الشيخ الكبير شعيب النبي شعيب رب سبحانه يدرى اسمه ونسبه، لكن يدرى كيف رب سبحانه شغل يدرى في الحياة. فجاءته إحداهن تمشي على استحياء من تسسني بلك ذنب يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت له. فجاءته إحداهن تمشي على استحياء. طرحا فتظهر سيدنا موسى عليه السلام لكن على استحياء. قال رب سبحانه يعني دائما في ثوب الحياة ولا يضربن بأرجلهن حتى لا يبدين ما يخفين من زينتهن. فالمرأة في الإسلام ساعات كاينة يلبس، ساعات برج يلبس، وساعات تاج ألبسها تاج شغل العفة والعفاف وتاج الحياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث عن المرأة قال أول ما تسأل المرأة عنه يوم القيامة صلاتها ثم زوجها. صلاتها وزوجها يعني شغل مدعوة أن تحافظ على العقل نصف وشغل وبذلك ستحافظ على شرف الزوج بنصف. أول ما تسأل المرأة عنه يوم القيامة صلاتها وزوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخل الجنة من أي باب من أبوابها 8 شئت. رب سبحانه تصل تكاليف شغل لا يكلف بها الرجال ولا يكلف بها النساء، لكن بمجرد أن تنطق تحافظ على العرض نسب، تحافظ على العفة نسب، وتصلي خمسها وتصوم شهرها وتطيع زوجها. رب سبحانه يوم القيامة شغل سيدي مقرد مديث قرن الجلد مقرد بوليك بيعتبر الشمس وكيف وإلى شغل موازاة للواجب كي يسأل العفة. رب سبحانه وتعالى يستحق أن تختار من أي باب من أبواب الجنة 8 شهور. فأتلو إلى
فربي سبحانه وتعالى في المواضيع التي ذكرناها شو اللي درنا تقصد بعض النسوة لم يذكر شو لم يصرح بصراحة اسمه الاسم إلا يعني مريم عليه السلام في أواخر سورة التحريم بعد ذكر ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا ما تدرى رب سبحانه وعيسى عليه السلام دائما تكمل وعيسى بن مريم عيسى بن مريم قال رب سبحانه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فرب سبحانه صرح باسم مريم في القرآن الكريم في المواضع التي أراد أن يثبت فيها عقيدة ما أكملت في بعض رب سبحانه ولكن يكذب وذكرنا المسيح ابن الله قال المسيح ابن مريم عيسى ابن مريم. فرب سبحانه تعمد ذكر اسم المرأة اسم مريم عليه السلام بالقرآن الكريم خلافا على العادة لأن المواضيع التي ذكرها فيها هي مواضع تخص العقيدة مريم عيسى ابن مريم وليس عيسى ابن الله كما يدعي النصارى واليهود. فوجدت مثلا يعني مختصر إجابة عن السؤالين شولي ترى تزورا سؤال مزورو يا رب سبحانه في عدة مواضع في القرآن الكريم ولا يشوف في قصة عيسى عليه السلام إلا ويسرد علينا قصة زكريا عليه السلام. السؤال بالسين لماذا لا يصرح القرآن الكريم باسم امرأة إلا مريم عليه السلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا.